وعليكم السلام ورحمة الله. أعيد الشكر تاني لكل الناس اللي حضروا ولجمعية الرابي وللدكتور عادل الغندور، وأنا متشرف إن حضراتكم جيتوا النهارده واهتميتوا باليوم ده. قرب السماعة شوية. قرب السماعة. قرب السماعة. هو بس المانجا فيها حاجات كتير، احنا حبينا بس نبتدي ابتداء من مرحلة التزيير، لأن احنا دلوقتي داخلين على مرحلة هو مش مرحلة التزيير بالأخص، يعني احنا هنبتدي الأول بالصقيع عشان خاطر الظروف اللي احنا بنمر بيها ديت وانخفاض درجات الحرارة. في كام سلايدز كده بس هنقول ايه هو صقيع وايه اللي المفروض يتم او الحاجات اللي ممكن نستخدمها في المزارع بحيث ان احنا يعني نتفادى، احنا طبعا مش هنقاوم صقيع بس بنتفادى انخفاض درجات الحرارة. وفي جزئية عن مراحل التزيير وتطور التزيير اللي بيتم على شجرة المانجا ايه، وبعد كده امراض التزيير، وبكده بقى احنا عملنا كنترول او اداره لمرحله التزيير كامله في المانجا ان شاء الله باذن الله. بس لو في حد عنده سؤال عشان في 4 محاضرات احنا بادئين الساعه 2، فلو في اي حد عنده سؤال ممكن يبقى في ورقه وبقى ارد عليه في الاخر خالص، يعني نتاح الوقت ان شاء الله باذن الله. اولا احنا اليومين دول عمال تنخفض درجة الحرارة، وفي الناس كلها عمال تقول الحرارة بتنخفض وعمال تضر في المانجا. احنا عايزين بس نعرف درجة الحرارة المثلى للمانجا اللي المانجا ممكن تظهر عندها، او ايه هي الدرجة اللي ممكن تضر المانجا لو انخفضت درجة الحرارة الدرجة دي. اولا في ناس كتير خالص عندها موضوع ظهر كده شوية وبيقول لك درجة الحرارة انخفضت بالليل 8 7 لا ده 9. انسب درجات حرارة للمانجا عشان تظهر وتديني تزهير كويس من 8 بالليل ل 15، من 8 درجة ل 15 درجة مئوي بالليل. لو انخفضت عندي درجة الحرارة للدرجة ديت أنا عندي تزهير كويس، ولو بالنهار من 15 ل 22 دي الدرجات المثلى. يعني أنسب درجات حرارة تنخفض عندها من 8 ل 15 بالليل، وبالنهار من 15 ل 22 يبقى أنا عندي تزهير كويس. في ممكن تنخفض لدرجات حرارة 5 و4 و3 والكلام ده. لازم اربط الصقيع بحاجتين، انخفاض درجه حراره ومده تعرض. ما ينفعش ان انا النهارده اقول عندي انخفضت درجه الحراره 2 درجه مئوي يبقى عندي صقيع. طب مده تعرضها قد ايه؟ مده التعرض اللي بتفرق معايا انه اتسبب صقيع او ما تسببش صقيع. هو الصقيع عباره عن ايه اصلا؟ يعني هو كل حاجه موجوده في المحاضره، هو عباره عن سحابه، السحابه دي درجه حرارتها بتنخفض 0 درجه مئوي 1 على حسب مده التعرض بتاعتها. بيجي درجة الحرارة دي أو السحابة دي بتهبط في مكان، يبدأ يرسى على الشجر، يبدأ يجمد لي المية اللي موجودة داخل خلايا الورقة، تبدأ إن هي المية اتجمدت تبدأ يزيد حجمها، تعمل تهتك وتضر الخلايا وبالتالي بتضر الورقة. على حسب مدة التعرض بتاعتها ممكن يبقى مدة التعرض دي تضر ورقة بس، ممكن تزيد شوية تضر فرع، ممكن تزيد تضر جزء من الشجرة، وممكن لا قدر الله تدخل في موضوع الشجرة كاملة ويبقى ده جالنا صقيع من السنة اللي قبل اللي فاتت. كان الموضوع صعب خالص ولا جاب معاه اي نتيجه وكان ضرر الشجر جامد يعني. في عندنا انواع من الصقيع، في صقيع متحرك، والصقيع المتحرك ده اللي هو الكتل الهوائيه فيه الهواء بيبدا ان هو يرسيها في مكان او يزاحها وتبدا ترسى في مكان وتبدا ان هي تسبب لي الضرر. وعامه في ناس كتير قوي تفتكر تقول لك انا عندي المزرعه بتاعتي مداريه وواطيه كده وكويسه والدنيا فيها دفا. المناطق الواطيه اللي موجوده في المزرعه او المنخفضه هي دي اللي بتتضرر صقيع اكتر من المناطق المرتفعه، لان المناطق المنخفضه حركه الهواء فيها قليل، فيبدا الصقيع يرسى فيها مفيش هواء، يبدا يتاخر الصقيع ده او ينزله من على الشجر، فده بيسبب ضرر اكتر من المناطق المرتفعه. لو في مناطق مرتفعه تلاقي حركه الهواء فيها سريعه، فبالتالي ان هو بيزيح الكتل الهوائيه اللي هي المتلجه ديت، فيبدا ان هو يقلل من ضررها على الشجر. في تاني نوع من الصقيع اللي هو الصقيع الاشعاعي، وده بقى بيبقى موجود في الليالي اللي هي ايه؟ لا فيها غمامه، قليله السماء صافيه كده، وبقى فيه نسبه برد، وده بيأثر السكاب الاشعاعي ده اللي هو بيقلل فيه بخار الماء وبيزيد من اشعاع الارض ليلا، يعني الارض بتتشبع بدرجه حراره منخفضه يبدا يشع منها درجات الحراره المنخفضه ديت تبدا تاثر على النبات ويسبب صقيع. وبرضه نربطه بمده التعرض. الارض تعرضت لدرجه حراره منخفضه قد ايه؟ اتشبعت بدرجه حراره منخفضه قد ايه؟ بدات تضر الشجره بنسبه قد ايه؟ ثالث نوع من الصقيع اللي هو الصقيع الاشعاعي المتحرك، وده هو اخطرهم لان هو عباره عن كتل بارده بتيجي في اوقات اصلا يبقى ما فيهاش جيوب وبتبدا تسكن على الشجره، وده اخطر انواع الصقيع.
وده عامة الصقيع اللي هو الإشعاع المتحرك ده اللي جالنا السنة اللي قبل اللي فاتت، وده اللي ضر معظم الشجر، والمناطق المنخفضة جامد لا نت جاب معاها ولا مست ولا أي حاجة خالص، ودرجة الحرارة انخفضت في مناطق دمرت معظم الشجر اللي موجود. طيب ايه العوامل اللي ممكن تؤدي لزيادة الضرر الناتج عن الصقيع؟ أول حاجة اللي هي شدة الصقيع، اللي احنا لسه بنتكلم على شدة الصقيع اللي هي درجة الحرارة المنخفضة قد إيه؟ صفر، 1 بالماينس، -1 -2 على حسب هي درجة الحرارة دي انخفضت قد إيه. تاني حاجة فترة أو طول فترة التعرض للصقيع. درجة الحرارة دي انخفضت لفترة قد إيه؟ ساعة، 2، نص ساعة، دقيقتين، هي دي اللي بتفرق معايا في مدة الضرر اللي ممكن يصيب الشجرة الناتج عن الصقيع. ثالث حاجة قلة الرطوبة الأرضية. طبعا ممكن في ناس يقول لك أنا في الشتاء وما بديش مية عشان هي كده الشجرة متشبعة وكويسة وأنا مصوم. الناس اللي بتصوم في الشجر المحلي أو أيا كان الطرق اللي بيمشوا بيها، لو ما توفرتش رطوبة أرضية تحت الشجرة في خلال فترات الصقيع هيبدأ الضرر يبقى زيادة والناتج عن تقليل الرطوبة الأرضية. دايما عامة الناس كلها دلوقتي بقى عندها فكر إنه في صقيع وفي تنبؤ بدرجات حرارة منخفضة لازم أروي بالليل. ان موضوع الري بالليل ان انا بوفر نسبه رطوبه ارضيه تحت الشجره عشان اقلل من الضرر الناتج عن الصقيع. ثالث حاجه ضعف الاشجار. لما يكون عندنا اشجار ضعيفه ممكن، وضعف الاشجار ده يشمل حاجات كتير قوي يعني. اولا يبقى ممكن الشجره ضعيفه نفسها بعيد، سواء في خلل في برامج الري، في برامج التسميد، انت داخل الشتاء بشجره ضعيفه. شجره ضعيفه مش هتتحمل بروده قويه. امال لو الشجره عندي قويه هتتحمل بروده. طب انا اقوي الشجره ازاي؟ لازم انا مخلص محصوله بدري. الناس اللي بتاخر المحصول لحد مثلا شهر 12 واحد يقول لك هنمسك بسعر كويس، ده انت كده بتجهد الشجره وتدخل بيها الشتاء وهي الشجره اصلا مجهده ومش هتتحمل اي درجات بروده. طبعا لازم يبقى داخل الشتاء بدورات نمو تحت مستويه، الطرحات بتاعتي تبقى مستويه وناضجه. ما ينفعش ان انا اعمل قصات متاخره يبدا يديني دورات نمو ما الحقش اسويها قبل دخول الشتاء. اي سبب يؤدي لضعف الشجره ده هيسبب لي ان الشجره دي بقى معرضه ان هي تتضرر بصقيع عن الشجره القويه. ثالث حاجه ضعف وقله المجموع الجذري. طبعا هو ضعف وقله المجموع الجذري عامل برضه ان هو يضعف لك من الشجره، يعني فبالتالي انت عندك مجموع جذري ضعيف، عندك شجره ضعيفه ما تتحملش درجات الحراره المنخفضه اللي مسببه للصقيع. ثالث حاجه وجود مواد خضريه حديثه اللي احنا لسه بنتكلم عليها، ان انا في ناس ممكن يدخلوا في التيب او الصنف المتاخر او ايا كان الصنف اللي موجود يعمل دورات قص مثلا في شهر 10 و11، ودي واجهناها السنه دي. وفي ناس بعض المزارع بدات تقص في شهر 10. طب انت قصيت ليه؟ يقول لك احسن انا خلصت محصول التيب بتاعي فلازم اعمل دوره قص. مفروض اخر ميعاد للقص معايا 15/8 معاك لحد 10/9. في ناس اللي بتتاخر شويه يعني معاك ممكن لحد 15/9. بس انا احسب الفتره بتاعتي ان انا هقص النهارده هاخد دورات نمو هلحق اسويها في قد ايه؟ والصنف اللي انا بقصه ده ايه؟ الاصناف الاجنبيه عامه الطراح بتاعي عشان يستوي محتاج من 70 ل 90 يوم اللي هو 3 شهور. غير الاصناف المحليه، الاصناف المحليه بتاعتنا محتاجه من 170 ل 180 يوم يعني 6 شهور ولا حاجه. فانا النهارده لما ادخل اقص في اصناف محليه في شهر 9 ولا شهر 10، طب انا هسوي النموات بتاعتها امتى؟ امال الاصناف الاجنبيه ممكن لحد 15/9 الحق ان انا اسوي النموات بتاعتها وادخل بيها ناضجه وقويه تتحمل درجات الحراره المنخفضه اللي ممكن تجيلي في الشتاء. انخفاض مستوى الحوشه اللي احنا لسه بنتكلم عليه، انه الحوشه اللي موجوده لو هي في منطقه منخفضه في المزرعه ده يسبب لي انه الكتل الهوائيه البارده تبدا ترسى في المكان ده وتسبب لي ضرر، غير الاماكن المرتفعه اللي هي فيها حركه الهواء سريعه، فحركه الهواء السريعه هتطرد لي الكتل الهوائيه اللي موجوده وبالتالي بتقلل لان مفيش حد يعرف يقاوم صقيع من درجه الحراره بتاع ربنا. احنا بنعمل عوامل نحد او نقلل من خطوره الصقيع اللي يجي على الشجر. طب ازاي نتغلب يعني كيفيه التعامل مع الضرر الناتج ده؟ في كذا مرحله من الصقيع او من الضرر الناتج عن الصقيع. ممكن في مرحله اللي هي تضر لي بالورق بس، او ممكن موت الاوراق والقمم الناميه للنمو الخضر اللي هي الدورات اللي هي هتشيل محصول او الدورات الطرفيه، وممكن موت الاوراق واجزاء من الافرع، وممكن موت الاوراق والنموات والافرع وجزء من جذع الشجره، ولا قدر الله ممكن موت الشجره كامله. فده بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على حسب درجه الحراره انخفضت قد ايه ومده التعرض لدرجه الحراره المنخفضه ديت قد ايه. دول العاملين اللي بيرتبطوا ببعض اللي هو ممكن يسبب لي ضرر على حسب اي جزء من الشجره اللي موجود.
طب الحلول المقترحه ايه؟ اولا وكل الناس اللي بتعمله، في ناس كتيره بدانا نسعى وبدانا نستخدم حاجات بحيث ان احنا نحد من الصقيع. ممكن لازم انا اوفر رطوبه ارضيه اللي هو الري الليل لو في عندي تنبؤ بدرجات حراره منخفضه. وعلى عكس الثاني برضه لو عندي تنبؤ بدرجات حراره مرتفعه لازم يبقى فيه رطوبه ارضيه وفي ري بالليل. ثاني حاجه رش محلول كبريت. طبعا الكبريت الناس عارفه انه بيدفي الشجره وان هو بيجمع درجات حراره. من فسيولوجي عمل او غيبه الكبريت اللي بتتم ان هي بتجمع اشعه الشمس وتبدا يدفي الشجره، فلازم انا مهتم برضو برشات كبريت عشان اخف من درجات او الضرر الناتج عن درجات الحراره المنخفضه. طبعا في رش مواد استيراد وسيليكات بوتاسيوم، وفي جير مطفي وكبريت ميكروني او كبريت زراعي، وفي جير مطفي وكبريتات نحاس. في الناس بدات تجتهد عشان خاطر ان احنا نبدا نشوف رشات نقلل بيها او ندفي الشجره شويه عشان نقلل من درجات الحراره المنخفضه او من الضرر الناتج عن الصقيع اللي موجود. طبعا في طبعا اهتمام ان انا لازم مغذي الشجره ودخل بالشجره بتاعتي كويسه وقويه مش متعرضه لاي اجهاد، ما فيهاش ضعف سواء في مجموع جذري او مجموع خضري. لازم يبقى الشجره بتاعتي قويه ومخزن فيها كويس، وخاصه بعد المحصول عشان ادخل بيها الشتاء، ولو فيها دورات نمو لازم ابقى ناضجه قبل ما ادخل بيها الشتاء عشان تتحمل درجات الحراره المنخفضه. ثالث حاجه في بعض الناس بيستخدموا تغطيه. في بعض الناس بيغطوا تغطيه كامله، في بعض الناس بيغطوا تغطيه شرايح، وانا عن نفسي ما بفضلش التغطيه عشان هيجي وانت هيقول انت قلت في محاضره التغطيه. انا عن نفسي ما بغطيش، في بعض الناس ثانيه بيغطوا ممكن يجيب معاهم نتائج، بس انا ما بفضلش التغطيه ولا بغطيها ولا شرايح ولا تغطيه كامله. في بعض الناس معانا في المجال يقولوا التغطيه رقم واحد، رايهم يحترم، بس انا ما بفضلش تغطيه. ممكن حد من زمايلنا يقول التغطيه كويسه عشان بس يبقى الكلام صريح. يعني تغطيه انا تبعتها في مزرعه ما جابتش معايا نتيجه، بالعكس كان ممكن ان هو بتعمل لنا مشاكل، عايز كل شويه صيانه وكل شويه يرفع التكعيبه ونزل التكعيبه لو الدورات وفي بعض الاصناف لو الشتاء جت دافيه شويه يديني دورات نمو خضري في الكيس. يبقى انا عايز اسوي نموات وهو بيديني دورات نمو خضري ما بلحقش اسويها، ده لو في حاله الشتاء جت دافيه. فانا ما بفضلش التغطيه. التغطيه لو غطيتها شرايح الجزء المكشوف الشريحه اللي متشاله يبقى ضرر الصقيع عليه اشد من الضرر المتغطي، فهو في كلتا الحالتين اعتبروها زي ما تعتبروها ما بفضلهاش يعني ولا بستخدمها. ففي بعض الناس ثانيه ممكن يستخدموها وممكن تجيب معاهم نتائج، ولو درجه الحراره جت منخفضه لحد درجه معينه لا تغطيه بتجيب ولا اي حاجه بتجيب، فاحنا نقول ربنا يسترها يعني. لانه دي درجات حراره مده التعرض بتاعتها السنه اللي قبل اللي فاتت كان في مزارع مغطيه تغطيه كامله واتضرت بصقيع. ممكن يبقى الضرر الناتج تحت التغطيه اقل شويه، بس انا برضه ما بفضلهاش عشان حلو. طب الحلول المقترحه ايه؟ اللي انا لسه بنتكلم فيه تغطيه بحوشه المانجا ممكن بنت نسبه التظليل بتاعته بتختلف. انا حبيت بس اذكر التغطيه عشان خاطر في ناس متبعاها وعشان خاطر ممكن في ناس تطبقها، بس يعني هي كلها حلول وكلها اجتهادات. في برضه زراعه النخيل، يعني انجح زراعات مانجا تزرع تحت نخل لحد وقتنا هذا، انه احسن واجود زراعات مانجا بتزرع تحت نخل. نزرع النخل على 8 في 8 ونبدا نكثف المانجا تحتيه. ودلوقتي في النظام الحديث انه في بعض المزارع المانجا المنشاه بداوا يزرعوا نخل مع زراعه المانجا او قبل زراعه المانجا، حاجز الشتله بتاعته ويبدا يجهز الارض ان هو يزرع نخل ايا كان الصنف، في اصناف كويسه ويبدا يكثف المانجا تحتها. المانجا بقى مسافات الزراعه بتاعتها 2 في 4 والنخل 8 في 8. والنخل حركه الجريد بتاعته هي اللي بتكسر حده الصقيع وبتكسر درجات الحراره المنخفضه دي بالنسبه بقى. يعني ده احنا بس اتكلمنا نبذه مختصره كده